بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. النهاردة هنتكلم عن قديسين شاهدين اسمهم أبيرو وأتوم. قصتهم جميلة جدا ومعزية جدا. تعالوا نعرف قصتهم سوا. عصروا القديسين الجمال دول حكم ديوكلتيان ومكسيمان في القرن الرابع الميلادي، وهم كانوا اخوات من أب وأم مسيحيين تقيين بيحبوا ربنا جدا، وكانوا دايما بيعملوا الخير وبيوزعوا صدقة على الفقراء. وكان باباهم كاهن اسمه يوحنا، وأمهم كان اسمها مريم. كانوا عايشين في قرية سنباط في الغربية. سنباط دي كانت من القرى القديمة اللي ذكرها جوتيه في قاموسه، وقال إن اسمها القبطي تاسنبوت، وذكرها كمان أميلينو في جغرافيته اللي بتكون مشهورة بزراعة الكتان دلوقتي. وكمان فيها كنيسة وفيها أجساد الشهيدة رفقة وأولادها وبعض أجساد القديسين. وكان القديس أبيرو أشقر، وكان كمان شعره أجعد وكان طويل جدا وعينه كان لونها أزرق. والقديس أتوم كان طويل وأبيض ولون عينه أسود ودقنه لونها أسود. وكانوا الإخوات دول ملازمين للبيعة المقدسة، وكانوا دايما مواظبين على الصدقة للفقراء واستضافة الناس الغريبة. ولما وصل بيرو 30 سنة من عمره وأتوم 27 سنة، راحوا أخدوا بضاعة عشان يبيعوها في الفرمة، وبالصدفة لقوا مع الجنود جسد القديس نوى. راحوا اشتروه منه بفضة، وراحوا حطوه في تابوت رخام في بيتهم، وراحوا ولعوا قدامه قنديل. راحت ظهرت من الجسد دي آيات كتيرة جدا، بقوا يتأملوا زوال الدنيا ونعيم الملكوت، وراحوا وزعوا كل فلوسهم على الفقراء والمساكين، وراحوا على اسكندرية، وراحوا اعترفوا قدام الوالي ان هما مسيحيين. راح الوالي قعد يعذب فيهم بالضرب بالسياط لحد لما سال دمهم على الأرض. راح معلقهم وولع تحتهم نار، وراح نزل ملاك الرب ونزلهم وشفاهم من كل الجروح، وراح بعتهم للوالي بتاع الفرمة. ولما رفضوا السجود للأوثان، راح أمر بأن هم يقلعوا ضوافر بتاعت إيديهم ورجليهم، وبعدين راح حطوهم على سيخ حديد وراح ولعوا تحتيه نار، وأمر بتعذيبهم بالدولاب الحديدي اللي كان بيقطع في جسدهم. فقعد يصرخ أتوم ويطلب من السيد المسيح إنه يبعت ليه ملاكه عشان يخلصهم. وفعلا في الوقت ده نزل رئيس الملائكة غبريال وأنقذهم وشفاهم من كل الجروح اللي كانت فيهم. بس الوالي لما شاف المنظر ده اتغاظ جدا، وراح أمر برميهم على سرير حديد وإن هم يولعوا النار من تحتيهم. وراح بعت ربنا المطر عشان يخلصهم للمرة الثالثة، وآمن ناس كتيرة جدا من الوثنيين اللي كانوا جايين يتفرجوا عليهم. وراح رمى الوالي القديسين في السجن. وفي الوقت ده ظهر لهم السيد المسيح بنفسه وشجعهم وعزاهم. وبعدين وهم خارجين من السجن متأيدين بالحديد، شافوا واحد عليه روح شريرة، وبكل محبة راحوا صلوله، وخرج من على الراجل الروح الشريرة، والناس كلها اندهشت. لكن الوالي أرمانيوس لما سمع عن اللي حصل اتهمهم بالسحر، وراح أمر إنهم يتعلقوا على شجرة عالية من رجليهم، وإن هم يفضلوا كده لغاية ما ينزفوا دم من بقهم ومناخيرهم. وراح الوالي ومعاه أعوانه عشان يستهزئوا بيهم، فراح قال لهم: يا أبيرو ويا أتوم، هو انتوا لسه عايشين ولا ميتين؟ ولسه ما خلصت الجملة بتاعته راح ربنا بعت لهم الملاك ميخائيل وخلصهم. وفي الوقت ده مرات الوالي ماتت. راح قعد يتوسل ليهم ان هم يسامحوه، وراحوا فعلا سامحوه وصلوا لربنا عشان زوجته. وراح ربنا فعلا قومها من الموت وآمن الوالي وأطلق سراحهم. وبعدين راحوا رجعوا للبلد بتاعتهم سنباط، ووزعوا كل فلوسهم على المساكين. وراحوا ادوا جسد القديس نوى اللي كان في بيتهم لراجل تقي جدا اسمه سربامون، ووصوه ان هو يعلق قدام الجسد قنديل ويفضل مولع طول الوقت. وراحوا للوالي للمرة التانية واعترفوا ان هما مسيحيين. راح امر الوالي بضربهم وسحبهم للمدينة وسال دمهم. وكان في ست خرصة وطرشة راحت اخدت من الدم ده بتاع القديسين ودهنت بيه ودانها ولسانها، واتشافت في الحال وقعدت تمجد ربنا واعترفت بالمسيح. ولما شاف الوالي الكلام ده راح أمر بقطع رؤوسهم كلهم، ونالوا إكليل الشهادة يوم 8 من شهر توت. وبعدين راح أخدوا المؤمنين أجسادهم وكفنوهم، وراحوا شايلينهم ودوهم على بلدهم، وبنوا ليهم كنيسة وحطوا أجسادهم فيها مع جسد القديس نوى. وكان في الوقت ده جه سربامون التقي ومعاه مجموعة من أهالي سنباط، وأخدوا أجساد القديسين وكفنوها وحملوها
لبلدهم وحطوها في كنيسة الشهيدة رفقة بسنباط، وموجود جزء كمان من جسدهم في كنيسة ماري جرجس ببرما غربية. بركة صلوات الشهيدين القديسين أبيرو وأتوم تكون مع جميعنا أمين. لو أول مرة تسمع سيرة الاتنين الإخوات الشهداء أبيرو وأتوم ابعتها لكل الناس، خليهم يعرفوهم وياخدوا بركتهم. وتابع صفحتي واستنوني كل يوم بالليل الساعة 8 مع سيرة قديس جديد.